الخير. في كل مرة أنا سعيد باستقبال أوليفير فاغيلي، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، واللي كيقوم هذه الزيارة يمكن الثالثة ولا الرابعة إلى المغرب خلال هذه السنوات الأخيرة، وهي مناسبة باش أولا نهنيه على المسار اللي غادي فيه ليكون مفوض للصحة، ونتمنى هذا المسار إن شاء الله يكتمل في هذا الأسبوع، وتكون التهنئة رسمية آنذاك على هذا المنصب الجديد. ولكن أنا نبغي أولا نشكر أوليفير فاغيلي على كل المجهودات وكل الدعم اللي قدموا الشراكة المغربية الأوروبية في هذه ال5 سنوات، اللي كان دائما ملتزم بهذه الشراكة، وكان مدافع عنها، وكان عمليا كيقدم الدعم المتواصل لبرنامج الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ البداية وتولي هذا المنصب ديال المفوض ديال الجوار. قام بالزيارات الأولى للمغرب واشتغل مع القطاعات المغربية المعنية حول تطوير الدعم الأوروبي للإصلاحات الكبرى اللي تلقاها جلالة الملك محمد السادس في المغرب في السنوات الأخيرة، سواء في ما يتعلق بالدولة الاجتماعية أو فيما يتعلق بدعم الاستراتيجيات القطاعية الوطنية. أوليفير فاغيلي كذلك كان من كان عبر على واحد التعبئة كبيرة في المراحل اللي كانت صعبة، بحال مرحلة الكوفيد أو لا بحال مرحلة ما بعد زلزال الحوز، وكان هذا الدعم ديالو وهذه التعبئة ديالو محط واحد التقدير كبير من قبل السلطات المغربية. الزيارة اليوم اللي يمكن هي آخر زيارة بهذه القبعة القديمة، ونتمنى تكون زيارات أخرى في إطار المنصب الجديد، كتجي في الوقت اللي الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي كتعرف واحد المرحلة مفصلية. هي مرحلة لإثبات الالتزام بالشراكة من خلال الأفعال وليس الأقوال. هي مرحلة لتأكيد أن كل ما كيتقال في بروكسل وفي العواصم الأوروبية حول أهمية الشراكة المغربية الأوروبية يبان من خلال الأفعال ومن خلال الإشارات، ويبان من خلال الدفاع على هذه الشراكة من كل الأفعال ديال الابتزاز وديال التحرش القانوني الاقتصادي اللي كتعاني منه. اليوم في هذه المرحلة هذه المغرب كينتظر من الاتحاد الأوروبي باش يقول كيفاش غيتعامل مع هذه الاستفزازات ومع هذه التحرشات ومع هذه الأفعال. المغرب كينتظر من الاتحاد الأوروبي أنه يقدم إشارات ويقدم حلول اللي كتعكس التزامه بهذه الشراكة. اليوم المغرب كينتظر بأن تكون هناك اقتراحات عملية اللي من خلالها الاتحاد الأوروبي كيجاوب على التساؤلات اللي والتحديات اللي كتواجهها هذه الشراكة. الكرة اليوم في ملعب الاتحاد الأوروبي لتقديم الإجابات وتقديم إرسال الإشارات وإيجاد الحلول. المغرب المنطلق ديالو هو ما عبر عليه جلالة الملك محمد السادس في خطاب 6 نوفمبر الأخير: لا شراكات على حساب الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية.
المغرب ملتزم بعلاقته مع الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ولكن المغرب ما عمرها غتكون هذه الشراكة بأي ثمن، ما عمرها غتكون على حساب خطوطه الحمراء. وبالتالي فبقدر المغرب كيعبر على هذا الالتزام بقدر ما يتجه إلى شركائه في الاتحاد الأوروبي باش كذلك يعبروا على هذا ويترجموا هذا الالتزام إلى أفعال. أنا بحال كيتقال دائما il n'y a pas là quand il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, il n'y a pas de partenariat, il n'y a que des preuves d'engagement pour ce partenariat. Et le Maroc aujourd'hui souhaite, au-delà des expressions verbales de soutien et d'attachement au partenariat, souhaite voir des preuves de cet attachement, des preuves tangibles et des preuves sur le terrain par rapport à ce partenariat. Et c'est ce qui nous attend pendant les prochaines semaines et les prochains mois par rapport à